سؤال مهم: هل في أي أداة تقدر تمكنني من عمل اختراق أو تجسس على أي نظام سواء أندرويد أو iOS من غير تفاعل من الضحية؟ يعني مش هبعت رابط، مش هبعت صورة، مش هبعت تطبيق، مش هبعت أي حاجة، من خلال بس رسالة بتتبعت على ال SMS. مجرد ما اتشافت بيبقى عندنا اكسس أو تحكم كامل على نظام الضحية. هل في أداة بتمكنني من حل المعادلة الصعبة دي؟ بالتأكيد طبعا في. عالم الهاكينج مفهوش مستحيل أو صعب. السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد، يلا بينا. احنا النهاردة جايين نتكلم عن أداة بيجاسوس أو بيجاسوس، من أخطر الأدوات في عالم الاختراق والتجسس. أداة مش زي أي أداة، مطورة من شركة آلية، سلاح إلكتروني بيقدر يتحكم في موبايلك من غير ما تحس، يدخل على الكاميرا والمايك والرسائل وحتى الصور من غير ما نضغط على أي حاجة. الشركة اللي ورا الأداة دي اسمها NSO Group، ودي شركة أمن سيبراني صحية من سنة 2016، والأداة دي بتستخدمها أجهزة استخبارات حوالين العالم، وده اللي تم كشفه في تسريبات ضخمة اسمها بروجكت بيجاسوس أو بروجكت بيجاسوس، اللي فضح استخدام الأداة دي ضد صحفيين ونشطاء وحتى رؤساء دول. وده اللي بيرجعنا لسنة 2021 لفضيحة كبيرة كان اسمها بروجكت بيجاسوس، وده كان تحقيق صحفي عالمي شارك فيه أكتر من 80 صحفي و17 مؤسسة إعلامية زي واشنطن بوست. التحقيق ده كشف إن أداة التجسس الإسرائيلية بيجاسوس استخدمت لاختراق موبايلات رؤساء دول ورؤساء وزراء وملوك ووزراء خارجية، والقائمة اللي اتسربت دي كان فيها أكتر من 50,000 رقم تليفون. طبعا مش كلهم تم اختراقهم فعليا، لكن كان من ضمنهم أهداف محتملة. هنذكر بعض الأسماء للشخصيات المهمة دي كمان شوية. الأداة بتستغل ثغرة يوم الصفر زيرو داي، وبتدخل على تليفونات سواء اندرويد او ايفون، يعني مش لازم تبعت لك رابط ولا حتى رسالة. طيب هل ممكن حد عادي يستخدم الأداة دي؟ بالتأكيد لا طبعا، دي مش متاحة للعامة وبتتباع بملايين الدولارات للحكومات فقط، وده رسميا على الأقل. طيب يعني ايه زيرو دي؟ زيرو دي او يوم الصفر هو نوع من الثغرات او الاخطاء الامنية اللي بتكون موجود في برامج او انظمة زي ويندوز او اندرويد او متصفح او iOS، ومحدش يعرف عنها غير المخترق او الهاكر. حتى الشركة المصنعة نفسها مش عارفة انها موجودة. بشكل اوضح، فيه ثغرة في برنامج محدش لسه اكتشفها ولا اتعمل لها تحديث، ولا حتى الشركة المصنعة عارفة بوجودها. الهاكر هو اول واحد يستخدمها ويستغلها فورا، ومن هنا جت التسمية بتاعتها يوم الصفر. الشركة عندها 0 يوم للرد او اصلاح الثغرة دي. بتستخدمها طبعا اجهزة مخابرات وعصابات او حتى هاكرز محترفين عشان يتجسسوا او يخترقوا بدون ما يكتشفوا. وفيه سوق سري بيتباع فيه الثغرات دي بمبالغ ضخمة جدا بتوصل لملايين الدولارات. ونيجي لاشهر الشخصيات العالمية اللي اتقال انهم كانوا على قائمة الاهداف دي: ايمانويل ماكرون ده رئيس فرنسا، محمد السادس ملك المغرب، عمران خان رئيس وزراء باكستان، سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، نجيب ميقاتي وسعد الحريري رؤساء وزراء لبنان، أعضاء في الحكومات المكسيكية ووزراء من الإمارات والسعودية، من ضمن الأشخاص اللي اتقال إن تليفوناتهم كانت تحت التجسس أو على قائمة الأهداف. طبعا مهم نعرف مش كل الناس اللي كانت على القائمة تم تأكيد إن تم اختراقهم فعلا. سلام.